جماعه، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. النهارده هنتكلم سوا عن كليه علوم، وايه هي الاقسام وايه هي المميزات والعيوب اللي انت هتشوفها لو انت داخل كليه علوم. من غير ولا افوره ولا بكبر الموضوع ولا بقلل من الموضوع، علشان قبل ما ادخل الكليه كنت بسال ناس كتير جدا، بتفرج على فيديوز كتير جدا جدا جدا، ولما دخلت اكتشفت ان الواقع غير كده خالص. فانا بصراحه مش عايزه اصدمكم لما تخشوا، فهنتكلم بكل صراحه عن المميزات وعن العيوب، وهنعرف حبه معلومات كده عن الكليه. فسواء انت طالب في الكليه او حابب لسه تخش الكليه او عايز تعرف بس بشكل عام عن الكليه، ف just keep watching. طيب، اول حاجه حابه نتكلم عنها مع بعض هي المميزات. خلينا العيوب في الاخر وخلينا نبدا بالمميزات. اول حاجه واكبر حاجه اكتشفتها ومن مميزات الكليه فعلا الا وهي ان الدراسه بالانجليزي. مش قصدي ان انا بقول كده علشان انا اصلا كنت بتعلم بالانجليزي، لا خالص. انا كل المدارس اللي انا دخلتها مفيش ولا مدرسه لغات، كل المدارس اللي كنت بدرس فيها مدارس عربي عادي. اول سنه بتدرس في الكليه بتحس ان هي سنه صعبه جدا 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 عشان بتبقى الدراسه بالانجليزي، فانت بتبقى حاسس ان ده عيب مش ميزه. بتحس اني لا، في تقل عليا، في تقل كمان في المذاكره، خصوصا علشان المذاكره انت مش متعود قبل كده تذاكر بالانجليزي. فانت المذاكره بالنسبه لك بتبقى مذاكره، بتبقى ترجمه، بتبقى حفظ، بتبقى فهم، بتبقى انا ذاكر منين، بتبقى حاجات كتيره جدا في اول سنه. فعشان كده معظم الناس الجي بي اي بتاعهم بيبقى قليل جدا في اولى، وبعد كده بيعلى في ثانيه وثالثه. يعني انت لو جبت مثلا جي بي اي جيد في سنه اولى، فانت ما تقلقش، انت كده كده هتجيب اعلى منه في سنه ثانيه وفي سنه ثالثه، عشان بتبقى خلاص اتعودت على نظام المذاكره، اذاكر منين وما اذاكرش منين، وايه الحاجات اللي بتبقى مهمه فعلا وايه اللي مش مهم، وكل الكلام ده. الدراسه باللغه الانجليزيه اهميتها فعلا ان هي بتسهل عليك بعد كده وانت بتتعلم اي حاجه. دلوقتي كل حاجه حواليك بالانجلش، فانت لما تبقى عندك بيزكس بس بسيطه عن العلوم انك تدرسها، الكيمستري اللي انت بتدرسها باللغه الانجليزيه، فده بيسهل بعد كده جدا 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 عمليه التعلم عليك. تاني اكبر حاجه من مميزات الكليه ان هي بتسهل عليك عمليه التعلم جدا جدا جدا. هتقولي ايه اللي انت بتقوليه ده وازاي بتسهل عمليه التعلم؟ اوكي، كلية علوم من الكليات الصعبة جدا جدا الدراسة فيها، سواء الدراسة فيها أو سواء الدكاترة بتاعتها أو سواء المناهج بتاعتها، فبيبقوا صعبين جدا جدا. فأنت بتحس بضغط رهيب في أيام الدراسة، بتحس انك عادي جدا ممكن يبقى عليك امتحان النهارده وثلاث امتحانات بكره وده مش كلام. انت عندك امتحان النهارده وثلاث امتحانات بكره وممكن بعديهم امتحانين، ده عادي. انت طبيعه ايامك بعد كده بتبقى معظمها امتحانات. الاسبوع مثلا بيعالج فيه بتاع 7-8 امتحانات كده عادي، تمام. ولكن بعد كده بجد بجد بتسهل لك عمليه التعلم جدا جدا جدا، علشان اصلا الليرنينج بروسيس بتاعه كليه علوم وانت بتعملها صعبه. فبعد كده لما بتذاكر مع نفسك اي حاجه، بتاخد كورس بره، قاعد بتقرا كتاب، بتعمل اي حاجه، فانت بالنسبه لك واو، ايه الحاجه السهله دي من غير ولا ضغط ولا حد بيضغط عليا وانا بعمل الحاجه دي. فبتبقى بالنسبه لك عمليه سهله جدا، عمليه التعليم بعد كده بتحس انك مستسهل الامور قوي قوي. ايه يعني كتاب 400 صفحه عادي؟ انا كنت بحفظ ملزمه 400 صفحه الدكتور، بلاش نقول اسمها عشان لسه ما اتخرجتش يعني، بس بجد بتبقى عمليه التعليم صعبه وبتحس بضغط، بس انت بتبقى مع الوقت خلاص قدرت تهندل الموضوع. فلما تتعلم لوحدك بعد كده بتبقى عمليه سهله 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 جدا، والحمد لله. حتى في الاجازات بتنزل تدريبات وحاجات، فانت بتستسهل عمليه التعليم. فدي من المميزات الجميله جدا ان انا شفتها في الكليه. مميزات بقى اللي هي الفرعيه شويه، ان كليه علوم بتاخد من علم علوم ومن علم رياضه. فانت سواء كنت في علم علوم عايز تخش صيدله، عايز تخش طب، عايز تخش اي حاجه من الحاجات دي، او في كليه او قصدي في علم رياضه وعايز تخش هندسه وحاسبات ومعلومات والكلام ده، وربنا ما وفقكش في اي حاجه من الحاجات دي، فانت تقدر تخش كليه علوم سواء من علم علوم وسواء من علم رياضه. من المميزات الجامده جدا فيها برضو ان الكليه 4 سنين بس، مش محتاج بقى سنه اعدادي زي هندسه، ومش محتاج 7 سنين طب زي طب. بس حاجه صعبه جدا ان انا لا، انا عايزه 4 سنين اخلص ال4 سنين خلاص اتخرج مع الناس. فدي من اهم المميزات في كليه علوم ان هي 4 سنين بس. ايه تاني من المميزات الجميله جدا جدا جدا؟ ان كليه علوم مليانه اقسام.
انت اي قسم عايزه، اي كليه عايز تخشها هتلاقي ليها اصلا قسم في كليه علوم. عشان كده بيسمونا الدخلويه، عشان انت عايز تطلع اي حاجه خش كليه علوم هتعرف تطلع الحاجه دي. عايز تبقى دكتور، اوكي، عايز تبقى دكتور روح اعمل لك دبلومه تغذيه هتبقى دكتور تغذيه. عايز يعمل لك دبلومه تحاليل هتبقى دكتور تحاليل. يعمل لك دبلومه اشعه هتبقى دكتور اشعه. عايز تخش حاسبات ومعلومات، اوكي احنا عندنا قسم حاسب. قسم حاسب هيطلعك زي بتوع حاسبات بالظبط، ان ما كانش احسن كمان، علشان انت بتدرس اللغات القديمه. فانت لو اشتغلت على نفسك في اللغات الجديده، في البرمجه البايثون والسي بلس بلس وكل الكلام ده، فانت هتبقى اجمد من بتوع حاسبات ومعلومات، عشان هما بيدرسوا الجانب الجديد بس. فانت بتدرس الحاجات القديمه جدا جدا اللي محدش بقى بيستخدمها دلوقتي بجانب الحاجات الجديده، فانت كده هتبقى اجمد جدا. عندنا كل الاقسام. عايز تدرس فيزياء عندنا قسم فيزياء، عايز تدرس كيمياء عندنا قسم كيمياء، عايز تدرس بوتاني او نبات عندنا قسم، حيوان عندنا قسم، كل حاجه احنا عندنا قسم ليها. فالاقسام كتيره جدا جدا. شوف انت عايز تخش ايه وهتلاقي ليها قسم في الكليه وتقدر تخشه. عايز تشتغل مدرس، صح نسيت اقول دي، خد دبلوم التربيه واشتغل مدرس بقى، واللي انت عايزه هتلاقي ليه قسم في الكليه. ايه تاني من المميزات؟ ثواني بقى بص عشان انا نسيت. حاجه كمان من مميزات كليه علوم، اني بتلاقي ليك واجهه كده، ليك راجل وجاهه، مش عارفه وجاهه ولا ايه، بس بيبقى ليك برستيج بعد كده في كل حاجه. انا لما نزلت تدريبات وشفت الناس بيعاملوني ازاي، انا حسيت ان انا انتوا ليه ما بتعاملوناش المعامله دي في الكليه؟ في الكليه بجد بيهنوكوا، ولكن لما بتخرجوا بره بتلاقوا لا، ان الدنيا حلوه وبيعاملوكوا ايه دكاتره ومش عارفه ايه، وفبرستيج معاك شايل البلطو بتبقى ماشي في الشارع، والحوارات دي التايتلز، كل التايتلز اللي انت عايزها هتلاقيها في كليه علوم، سواء بقى دكتور، سواء باشمهندس، سواء ماس، اي حاجه انت عايز حد يقولها لك هتلاقيه حد بيقولها لك في كليه علوم. بس كده، يلا بقى نخش على العيوب. طيب دلوقتي هنتكلم عن عيوب الكليه. كلية علوم مش حابة بصراحة ان انا اكبر الدنيا وافضل اقول ان لا العيوب كتير وما تدخلش ومش عارفة ايه، ولكن انا بالنسبة لي العيوب كلها بتقتصر في 4 حاجات. 4 حاجات لو اتشالوا من الكلية او لو قللوا الضغط شوية من الكلية دي على ال4 جهات دول، بالنسبة لي الكلية دي هتبقى جامدة جدا ومفيش منها. اول حاجة بالنسبة لي هي التنسيق. حاجة وحشة قوي 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 انك تكون داخل كلية معينة عشان قسم فيها، وهوب بيكون بعد سنه اولى في تنسيق ليك تاني. يعني انت بتخش سنه اولى، اول سنه بتبقى سنه التجارب، انت بتجرب في كل حاجه، بتاخد جيولوجيا، بتاخد رياضه، بتاخد كل حاجه، بتاخد فيزياء، بتاخد كيمياء، بتاخد حاجات من كل الاقسام عشان تبقى فاهم الدنيا عامله ازاي. وبعد سنه اولى بيبداوا يشوفوا الجي بي اي بتاعك، وبعد كده يقسموكوا على حسب الجي بي اي ده، وكل واحد يخش القسم اللي التنسيق بتاعه جايبه بس. فانت لو داخل الكليه علشان قسم معين فيها، فبتبقى حاجه بايخه جدا جدا جدا، لان انت بعد ما تخش تقعد سنه كامله اني مجموعك ما يجيبهاش. دي حاجه بصراحه معرفش ممكن يعالجوها ازاي، ولكن انا ما حبيتش قوي الحاجه دي. الحمد لله انا كان في كليتي التنسيق كان على سنه ثالثه ثانوي، يعني مثلا انا جايبه 96 ثالثه ثانوي على طول. شوفوا هم يدخلوك ايه، ومن اول سنه التخصص بتاعنا. في ناس التخصص بتاعها في اولى، في ناس التخصص بتاعها في ثانيه، ومعرفش كان في ناس بتقول، بس معرفش بصراحه ده صادق ولا لا اللي انا بقوله ده، ان التخصص بتاعها في ثالثه. فانت تفضل قاعد 3 سنين من غير ما تعرف تخصصك، دي حاجه ايه الرخامه دي؟ فانت خليك عارف الحاجه دي. الحاجه الثانيه برضو من نفس البوينت دي، هي البوينت دي 2، ما تقلقوش هما لسه في 4، ده اول واحده متقسمه 2. البوينت الثانيه ان في كليات قبل ما تخش على الكليه اسال عن القسم اللي انت عايز تخشه، عشان كليات علوم كتيره جدا جدا. فانا مثلا ممكن عايزه اخش قسم علوم الفضاء، ده قسم جديد في علوم، قسم علوم الفضاء. فانا عايزه اخش علوم الفضاء ده، ما ينفعش تخش جامعه الا لما تسال هو موجود فيها القسم ده ولا لا. فركز، الله يبارك لك، الكليه دي فيها القسم ده ولا ما فيهاش، عشان ممكن بعد ما تخش اصحابي عملوا كده كانوا عايزين قسم معين وفي الاخر ما لقوش القسم ده، فبتبقى حاجه صعبه جدا جدا عليهم. فانت يبقى اول حاجه ركز في الجي بي اي بتاعك في سنه اولى او في سنه ثانيه على حسب التخصص عشان تخش القسم اللي انت عايزه. مش عارفه الناس اللي بيخبطوا بره ده فيه. وتاني حاجه خليك عارفها ان التنسيق، قصدي ان في كليات فيها اقسام ممكن ما تكونش موجوده في كليات تانية، او سوري في جامعات فيها اقسام مش في جامعات تانية. تمام كده؟ الحاجه رقم 2 من عيوب الكليه هي الغياب والحضور. كل الغياب والحضور،
سوري، كل الغياب والحضور عليه درجات، فانت مضطر انك تنزل كل ايام الاسبوع عشان الدرجات ما تقلش منك، عشان انت اصلا بتلم درجات بالعافيه. فانت عارف اللي هو ليه يعملوا الغياب والحضور عليه درجات؟ ليه؟ مش فاهمه انا. في كليات ما فيهاش، بس انا في كليات او في جامعات ما فيهاش، بس انا كليتي فيها، فبتضايق بصراحه. يعني احنا كان عندنا يوم الثلاث ده وانا في سنه تانية، كان عندنا يوم الثلاث ده من 7 الصبح، كنت بنزل 7 الصبح عشان عندي سكشن 8 لحد الساعه 6 سكاشن متواصله، ومفيش كراسي في المعامل ولا اي حاجه، واقفه متواصلين، مفيش بريك في النص، مفيش اي حاجه، معمل 3 ساعات بعدين معمل 3 ساعات بعدين معمل ساعتين تقريبا من غير ما تقعد ولا ثانيه. وتاني يوم كان عليا فيه 4 محاضرات بتقعد برده من 8 ل 6. غير كده الطريق كان بعيد جدا جدا عليا في الاول، ما كنتش متعوده. فانت اصلا راجع ممكن اصلا تبقى رايح الكليه مطبق وراجع مش قادر، يروح قايل لك لا تعالى لنا يا حلو في 4 محاضرات بكره. فبتبقى حاجه رخمه جدا ان انت ساعات بتبقى تعبان ومش قادر، وممكن محاضره اصلا ما تكونش بتفهم منها اي حاجه، واليوتيوب ممكن يفيدك في نفس الحاجه، ولكن يعني لا لازم تحضر عشان الدرجات. فدي حاجه بصراحه عقيمه بالنسبه لي. تالت حاجه او تالت عيب من عيوب الكليه انك هيبقى يومك امتحانات يعني يومك كل يوم هيبقى عليك امتحان، كل يوم بجد بيبقى عليا امتحان كل يوم. اي ما اروح لاي سكشن انت عليك امتحان النهارده. المحاضرات، لا في محاضرات عندي عندها يعني كل محاضره ليها امتحان. ليه؟ انا بقيت في جامعه، انا مش رايحه درس في ثانويه عامه ولازم يشوفوا انا ذاكرت ولا لا. معرفش، احنا عندنا حاجه غريبه، معرفش هو ده عندنا في عين شمس بس ولا في كل الكليات كده، بس كل الكليات كل علوم بيشتكوا من ده، ان انت يومك حرفيا انت كل شويه عندك امتحان. وده مش كلام كليشيه. صحابي دلوقتي لما بنرتب لخروجه بقوا يشوفوا طب الاول نورهان ما عليهاش امتحان امتى، عشان دي بقت حاجه قليله جدا جدا ان انا في ايام ما عنديش فيها امتحان. انا مستغربه الحال اللي انا فيه. الامتحانات بتبقى في كل الاوقات، في كل الايام، في كل حاجه، كل يوم امتحان بجد. العيب الثالث وهو من ضمن العيب الثاني او مش عارفه من ضمنه ولا لا، ان انت في كميه استباحه في ايامك، او في استباحه في الكليه عموما. استباحه من حيث ايه؟ من حيث وقتك. انا شخص ما بعرفش اعيش طول الوقت على السوشيال ميديا، فاتحه واتساب، فاتحه فيسبوك، فاتحه تليجرام، فاتحه كل حاجه. فبالنسبه للكليه انت لا، ما ينفعش. انت طول ما انت في دراسه، طول ما انت في الترم الدراسي، انت ما ينفعش، لازم تبقى على طول كونكتد، على طول لازم تبقى على طول معاهم، لازم تبقى على طول متابع، عشان انت لو في يوم ما تابعتش اكيد هيفوتك حاجه. دايما محاضرات بتتباع، دايما الدكاتره فجاه كده يقولوا في امتحان. عمري يا ربي عمري ما انسى. استنى احكي لك الموقف. عمري ما انسى، كنا في سنه ثانيه او مش عارفه في سنه ثالثه الترم الاول او حاجه كده، وكان عندنا محاضره الصبح لماده ما مش فاكره اسمها يعني، او لو فاكره اسمها حتى مش هقوله عشان لسه ما اتخرجتش. ورجعنا من المحاضره دي اكيد هروح انام، هروح اقفل وانا عارفه ان خلاص ما حدش حدد امتحان ولا اي حاجه. فروحت وفضلت فاتحه واتساب ومش عارفه ايه ساعتها، وما حدش بعت اي حاجه. جم الساعه 8:30 تقريبا بالليل، صاحبتي كانت بتتصل بيا بتقول لي هاي عملتي ايه في الميد تيرم كده اوت اوف نو وير. بقول لها انا امتحان ميد تيرم. قالت لي ما الدكتور قالت بعد العصر ان الساعه 8 هنمتحن ميد تيرم، الامتحان عليه 20 درجه كده. وانا ساعتها انهارت من العياط. ما اعرفش ليه عيطت الصراحه، بس بجد لما حد يقول لك 20 درجه، انتوا ال 20 درجه دول هينجحوك لا اما هيسقطوك في الماده حرفيا. ولكن الحمد لله بعدها اكتشفت ان هي عامله لهم امتحان كده ال 20 درجه دول عشان يجمعوا درجات وحاجات. بس هو فعلا كان حاجه بنطلون البيجامه اوكي، كانت حاجه رخمه جدا. انا مثلا عايزه اقفل لي يومين 3، فانتوا خلاص طول ما انا معاكم في المحاضره وقلتوا علينا امتحان او ما عليناش امتحان، فانتوا حددوا. انما مش اي وقت نبقى مستبيحين فيه كده على طول، لازم نبقى كونكتد وكده. عندنا برضه دكتور عارفين لو الساعه 4 الفجر بعتوا لها هتلاقوها فاتحه موجوده وبترد. لا حاجه فظيعه قوي انك تبقى عايش كده وانت حياتك لازم تكون 24 hours فاتح النت او قاعد عليه. فدي حاجه وحشه جدا بالنسبه لي، معرفش بالنسبه لاي حد تاني، بس دي بالنسبه لي حاجه مش لطيفه. ايه تاني؟ اوكي قلنا الغياب والحضور، قلنا اللي عندنا كل يوم امتحان، وقلنا التنسيق الداخلي، وقلنا كمان استباحه خصوصياته. فكده خلاص دي هي العيوب. شفتوا العيوب سهله ازاي؟
من العيوب التانية، مش عايزه اقول عيب تاني بصراحه بس هقولها لكم بس عشان ما تتصدموش. في سنه اولى مش هتعرف تذاكر خالص 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 خالص، ممكن تقعد في الصفحه مليون سنه عادي، ممكن تقعد في صفحه يوم واحد تفضل. انت المذاكره بتبقى عباره عن حاجات كتيره جدا بتبقى عباره عن حاجات كتيره جدا 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 جدا، فانت في يوم ممكن تذاكر صفحه. ده كان بالنسبه لي عشان ما كنتش لغات، فكنت مستصعبه قوي قوي المذاكره. ولكن بعدها بشويه هتكتشف لا، ان المذاكره بالانجلش اسهل بكتير، واني عرفتني على حاجات اكتر، وان انا عالم تاني بجد. فدي كانت اهم العيوب واهم المميزات في الكليه، اللي بالنسبه لي في حاجات منهم كتيره جدا جدا تقدر تهندلها وتقدر تتعايش معاها. فلو انت عايز تخش الكليه ما تخليش حد يحبطك، لا خش يا معلم، بس اهم حاجه ذاكر واستمتع بالرحله ارجوك. يعني ما تعيش طول الاربع سنين كليه على انهم ضغط وكده، لا اعمل صحاب، اخرج، اعمل كل حاجه، وما تحسس نفسك اللي انت على طول في دايره، وان انا لازم اعمل لازم اعمل لازم اعمل. لا مش لازم خالص، الا في الضروريات يعني لازم تعمل. فلو عجبك الفيديو ما تنساش لايك شير سبسكرايب وكل الكلام الحلو ده. و